السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله، ونلقاكم لا فيديو ديال اليوم بخير وعلى خير، واحوالكم هانيه ان شاء الله وصحتكم جيده، عواشركم مباركه. الله يدخل علينا هذا الشهر الكريم ان شاء الله الفاضل بالصحه والسلامه وطول العمر والرزق والبركات ان شاء الله. الغزالات غادي نشارك معكم هذا العصير المعتمد عندي في هذا الشهر الكريم الماجي ان شاء الله. الله يبلغوا لينا ويدخلوا علينا بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو يا ربي هذا النهار. صراحه العصير معتمد عندي انايا بعدا في هذا الشهر الكريم ان شاء الله. صحه البنات وكيجي لذيذ، كنوجدوه بالفواكه والجزر مثل الليمون. المهم غادي نشارك معكم المقادير ديالو وطريقه التوجد ديالو. كيستحق تجربه انكم توجدوه ان شاء الله، ويبقى معتمد عندكم في الشهر الكريم، في شهر رمضان. خليكم البنات مع الطريقه وتوجد العصير ديالنا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله. غنضيفوا ليه واحد المكون، واحد الاضافه اللي كتزيدوا اللذه والبنه، ومذاق ما نقولش لكم ما شاء الله غيعجبكم. انا متاكده غيعجبكم ان شاء الله. جربوه وردوا عليه في الكومنتيرات. خليكم مع الطريقه توجد العصير ديالها مدهوش عليكم. ندوزو للطريقه وبسم الله على بركه الله. اول حاجه نصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تسليما كثيرا يا رب. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير ديالنا اللي غنوجدوا بهم هاد العصير الغسالات معكم ان شاء الله. عندي 5 الحبات ديال البرتقال. عند البنات حبه وحده ديال التفاح زائد 2 حبات ديال الموز، وعندي 3 الجزرات. غادي نكتفي بهاد المقادير. هادو هما المقادير اللي غادي نوجدوا بهم العصير ديالنا ديال اليوم ان شاء الله. ما عرفتش البنات المشكل اللي وقع ليا هنايا في الكاميرا، تكوانسات ليا الكاميرا وما خدمش ليا الفيديو في هاد اللحظه هذه. المهم كنتمنى الفكره تكون وصلت. كنقطعوا الجزر ديالنا دوائر، وكذلك كنقطعوا البرتقال ديالنا دوائر. كنحاولوا نزولوا من البذور ديالو باش ما يمرروش لينا العصير ديالنا. بالنسبه للمقادير الاخرين عندي كاس عامر ديال الماء، هو باش غادي نسلقوا الجزر ديالنا، باش غنطيبوا الجزر ديالنا يعني فوق البوط. عندي 2 ملاعق كبارين ديال سنيده ديال السكر، سنيده الخاشي. صافي كنضيفوا هاد المقادير كاملين في الكسرونه ديالنا، ثم كنوضعوها فوق النار. كنخلوها مده 5 دقائق تقريبا ديال الطياب. من بعد ما كتغلي الكسرونه ديالنا البنات، ثم كنحسبوا ليها 5 دقائق. من بعد كنطفوا النار وكندوزو من بعد المرحله ديال الطحن العصير ديالنا. خليكم مع التكمله ديال الفيديو ما تمشوا فين. فهاد اللحظه هذه هنايا كيف ما كتشاهدوا البنات، من بعد ما ذكرت معكم المكونات والمقادير كاملين كنضيفوهم في الكسرونه ديالنا. من بعد كنحطوهم فوق النار فوق البوطه البنات باش يطيب لينا الجزر ديالنا مع الليمون والمكونات اللي ضفنا ليه السكر والماء. فاش غادي نطحنوه ان شاء الله. هنايا من بعد ما طاب كنزولوه. من بعد كندوزو للمرحله ديال الطحن العصير ديالنا. هنايا البنات واخا نطحنوه مباشره بعد ما كنزولوه من البوطه راه ماشي مشكل. المهم من الاحسن اننا نطحنوه هو باقي سخون باش يطحن لينا مزيان. الا خليناه حتى يبرد عاد نطحنوه ممكن ان الجزر ديالنا ما يطحنش لينا مزيان ويبقاو فيه دوك التكتلات ديالو. فمن الاحسن اننا نطحنوه في هذه المرحله هذه وهو باقي سخون. هنايا البنات في هذه اللحظه هذه غادي نحاول نقسم الكميه اللي عندي ديال الليمون والجزر ديالنا. من بعد كنطحنوا العصير ديالنا. هذا هو المكون اللي قلت لكم غادي نضيفوه في الاخير كيزيدوا للذو المذاق. ما نقولش لكم ما شاء الله. كنحكوا القشور ديال الليمون وكنضيفوهم في هذه المرحله هذه عند الطحن ديال العصير ديالنا. خليكم على غزالات معايا ومع تكمله الفيديو ديالنا. بعد ما غنطحن العصير ديالي هاد الدفعه الاولى، من بعد غنرجع معكم ان شاء الله نشارك معكم الشكل ديالو. من بعد ما كنخلوه يبرد ونعطوه الوقت ديالو في الثلاجه باش يبرد مزيان. يمكن لكم نتوما توجدوه قبل الفطور وتخلوه يبرد جيدا في الثلاجه وتعطوه الوقت ديالو. من بعد كتستمتعوا بالعصير ديالكم بالصحه والراحه. هنايا عندنا هاد الشبكه اللي غادي نصفوه فيه ضروري من هاد المرحله البنات.
انا غادي نصفيه في هاد الشبكه، في هاد الصفايه هذه الحمراء، باش نزول منه دوك البقايا اللي يكونوا اللي كيبقاو في العصير ديالنا. من بعد كنطحنوا الدفعه الاخيره. صافي الغزالات، في هاد اللحظه هذه غنكون انا طحنت العصير ديالي كامل. يبقى ليا غير نصفيه مزيان، نزول منه دوك البقايا اللي كيكونوا فيه باش يتصفى لينا العصير ديالنا جيدا. هذا مكان هانتوما كيف ما كتشاهدوا كيبقاو فيه، ولو اننا طحناه مزيان وطحنا باقي سخون، باقي فيه دوك التكتلات ديال الليمون اللي كيبقاو فيه. بعد ما كنصفوه كنزولوهم بهذه الطريقه هذه، كنصفوه مزيان. من بعد الغزالات كندوزو هنايا في هذه المرحله هذه، كندوزو المرحله ديال تبريد العصير ديالنا. من بعد ما كنطحنوه ونصفوه، كنصبوه في القرعه اللي غادي نحتفظوا به فيها. من بعد كنعطوه الوقت ديالو باش يبرد مزيان في الثلاجه. من بعد ما كيبرد البنات راه كنخرجوه وكنقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى تكون الطريقه عجبتكم، وتكون كذلك ان شاء الله الفكره مفهومه وتكون وصلتكم ان شاء الله. تجربوا بالطريقه اللي شاركت معكم اليوم، وتردوا عليا في الكومنتيرات ديالكم الزوينين اللي كتفرحوني بهم. الله يحفظكم، وما تنساوش ليا تشاركوا في القناه، تفعلوا الجرس، وخليوا لي اللايك الا عجبكم الفيديو. هنايا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. بقى ليا غير نودعكم، نقول لكم السلام عليكم بالصحه والراحه. العصير اللي وجدنا دابا من اليوم كنتمنى يكون عجبكم. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.